السلام عليكم، ورجعت لكم يا جماعه بكفته البرغل. بصوا يا جماعه عامله ازاي وتستاهل ولا طعمها حاجه تخطف العقل. وسلطه الطحينه والبطاطس والعيش الجميل خير بلدنا. بسم الله. هنعمل كده ونقول بسم الله حبيبي يا رسول الله. اهو بصوا الموضوع عامل ازاي. بسم الله. شويه بقى ايه طحينه الجمال. يلا بينا. السلام عليكم حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. هنعمل النهارده كفته البرغل بنص كيلو كفته بس وكوبايه برغل. هنعمل كميه كبيره تكفي الى 10 افراد، ونبدا الوصفه على بركه الله. كوبايه برغل بلناها قبلها بساعه زي ما حضرتك شايفه كده. هننزل عليها ب5 معالق بقدونس جمال، بصله مفرومه اهو زي ما حضرتك شايفه، 1 مكعب مرق خضار عشان انا بيديني تيست كويس جدا، بشرة جوز الطيب صغيرة اهو. بعد كده هنتبل نص معلقة ملح اهو، فلفل اسمر، شوية كمون بساط جدا اهو، شوية توم بودرة عشان انا عندي البصل عامله فريش، 7 بهارات، كل حاجة على طرف المعلقة اهو، سنة زيت بسيطة عشان تلين معايا التوابل. بدعك كل ده مع بعضيه بسم الله اهو كده. بعد كده معلقه كبيره صلصه طماطم اهي عشان تديني اللون الجميل قوي. بعد بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. ادي كده احنا لسه ما عملناش اي لحوم فيها، يعني دي لو احنا صبعناها ودخلناها الفرن هتديني قسما بالله كفته وبيضه وحاجات جميله. بعد كده هناخد اللحمه بتاعتنا المفرومه تبقى فيها نسبه الدهون عاليه، وانا بعوض بالبرغل اللي انا حطيته. بدمج كل ده مع بعضيه. وده يا جماعه شكله بسم الله ما شاء الله. النص كيلو لحمه اداني كيلو ببركه ربنا. هنديه بقى 1 بيضه عشان البروتين يبقى فيه معادله بسنه فلفل الاسمر مع البيضه بسم الله. هندمج بقى ده كله تاني مع بعضيه، والبيضه هنستفيد منها نعلي البروتين، وبعد كده يعمل معايا ماده لزجه في الكفته وما تسقطش منا وما تفرش واحنا بنسويها على بركه الله. هنسيبها في التلاجة ترتاح لمدة ساعة، وبعد كده هنصبعها مع بعض وهنوريكم السوا بتاعها بسم الله ما شاء الله. ارتاحت، بدل ما ننزلها في الطاسة هندخلها الفرن، بنلمع الصاج زيت بسيط كده من تحت، ونبتدي طبعا بعد ما ارتاحت اهو بسم الله اهو حاجة بسم الله ما شاء الله. اعملي الحجم اللي حضرتك عايزاه اهو اهي. نعمل واحد كمان مع بعض. نص كيلو اداني قد ايه بسم الله ما شاء الله. الكميه اتضاعفت وحاجه بسم الله ما شاء الله. ندخلها الفرن على درجه حراره 200 وننتظر مع بعض السوا. سلطه الطحينه، ميه، خل، عصير ليمون اهو، سنه كمون، ملح، يبقى كمون وملح وليمون، والشطه دي اختياري اهو. هننزل بالطحينه الخام اهو. ده القوام بتاع الطحينه المحترمه. بعد كده هنديها شويه زيت زيتون، نزود سنه ليمون اهو. احنا عايزين نزوق الطحينه اهو. هنجيب احنا ظرف كاتشب بسم الله اهو. هنعمل زي المطاعم بالظبط اهو. وما ننساش طبعا زيت الزيتون على وش الطبق اهو. مرنا شويه بطاطس مع الكفته. بصوا يا جماعه البطاطس عامله ازاي خير بلدنا بسم الله ما شاء الله. بصوا الموضوع عامل ازاي اه بسم الله ما شاء الله. وخرجت القمر من الفرن وهنرصها مع بعض. وطبعا يا جماعه دي نهايه حلقتنا، حلقه كفته البرغل، وعملنا معاها شويه بطاطس وشويه طحينه، وده العيش يا جماعه خير بلدنا بسم الله ما شاء الله. ربنا يجعل الخير عند الجميع. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك في كل فيديو. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.